إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافقة 23 من أغسطس عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، ونستعرض فيه مقالا تحليليا للكاتب السوداني أحمد يونس بعنوان هل تحكم قوات الدعم السريع السودان بسيطرتها على الأرض؟ والذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 18 من أغسطس الجاري. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. الشرطة الكينية تبحث عن لاجئين إريتريين هربوا من معتقل للشرطة في نيروبي. الصومال يهدد بتعليق رحلات للخطوط الجوية الأثيوبية في كافة البلاد. وتعطل سفينة للنفط في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم بزوارق صغيرة، والبعثة الأوروبية تجلي طاقمها بعد اندلاع حريق فيها بسبب الهجمات. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أطلقت الشرطة الكينية عملية بحث واسعة النطاق الثلاثاء بعد هروب 13 معتقلا، من بينهم معتقل متهم بقتل عشرات النساء كان قد تم القبض عليه في يوليو الماضي، بالإضافة إلى 12 لاجئا إريتريا كانوا معتقلين لكونهم لاجئين غير شرعيين. وأوضحت الشرطة الكينية أنها علمت بهروب المتهم واللاجئين المعتقلين عندما كانت عناصر الحماية المكلفة بحراسة السجن بزيارة روتينية إلى زنازين مركز الشرطة في منطقة قرقيري في نيروبي، وذلك في قرابة الساعة 5 صباحا لتقديم وجبة الإفطار. وأضافت أنه عند فتح باب الزنزانة اكتشفوا أن 13 شخصا فروا عن طريق قطع السياج في مساحة يتنزه فيها السجناء، والفارون هم كولينز جوميسي المتهم بقتل عشرات النساء وتصف السلطات بأنه مضطرب ذهنيا، بالإضافة إلى 12 لاجئا إريتريا كانوا محتجزين لكونهم مهاجرين غير شرعيين. وقالت الناطقة باسم الشرطة الكينية إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات حادثة الهروب، وإن الشرطة أطلقت عملية أمنية واسعة لمحاولة القبض على الهاربين. وبحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، قال رئيس الشرطة الوطنية بالإنابة جيلبرت ماسينجيلي في بيان تشير التحقيقات الأولية إلى أن الهروب حصل بمساعدة من داخل السجن، وأنه تم إيقاف خدمات 8 أفراد من الشرطة كانوا في الخدمة عند حصول الواقعة ووضعهم قيد الاحتجاز. تجدر الإشارة إلى أنه وبعد حملة الاعتقالات الأمنية التي تعرض لها اللاجئون الإريتريون في أثيوبيا بسبب عدم تمكنهم من الحصول على اللجوء أو تهمة الإقامة غير الشرعية، اضطر بعض اللاجئين الإريتريين إلى عبور الحدود الأثيوبية الكينية بهدف الوصول إلى أوغندا، مما جعلهم عرضة لاعتقال السلطات الأمنية في كينيا بحجة الهجرة غير الشرعية. في تصعيد جديد في الأزمة الصومالية الأثيوبية، هدد الصومال الأربعاء بتعليق رحلات الخطوط الجوية الأثيوبية إلى كافة أنحاء الصومال. وقالت هيئة الطيران المدني الصومالي في بيان إن الخطوط الجوية الأثيوبية التي تملكها الدولة لم تستجب لأي شكاوى سابقة ذات صلة بمسائل سيادية، وهي بصدد إزالة ما يؤشر لوجهات صومالية والإبقاء فقط على رموز المطارات. وجاء في رسالة الهيئة التي أوردها الإعلام الرسمي أن هذا الإجراء يفاقم المخاوف الأصلية ويقوض سيادة الصومال، مشيرة إلى أنه في حال بقاء هذه المسألة دون حل حتى يوم 23 من أغسطس، فإن الهيئة لن يكون لها خيار آخر سوى تعليق رحلات الخطوط الجوية الأثيوبية اعتبارا من ذلك التاريخ.
وأضاف البيان إلى أن أي تكرار في المستقبل على غرار عدم تحديد الوجهات في الصومال بشكل صحيح سيؤدي إلى تعليق من دون سابق إنذار. وحاليا يدرج الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية الأثيوبية مطار هرقيس الواقع في أرض الصومال من دون الإشارة إلى البلد الواقع فيه، كما أن البحث عن أرض الصومال في محرك البحث لا يفضي إلى نتائج، في حين يفضي البحث عن مقديشو إلى أنها تقع في الصومال. ولفت البيان إلى أن الهيئة تلقت شكاوى متزايدة من مواطنين صوماليين بشأن تجربتهم للسفر مع الخطوط الجوية الأثيوبية. وأورد الإعلام الصومالي الرسمي أن رسالة مماثلة تم توجيهها لشركة طيران فلاي دبي المملوكة للحكومة الإماراتية، وأكدت الرسالة وجوب أن تجد شركة الطيران حلا لانتهاكات خطيرة، وأن تحرص على تحديد الوجهات بدقة في الصومال في خدماتها المتصلة بالحجز وبيع التذاكر. هذا وتسير الخطوط الجوية الأثيوبية رحلات إلى هرقيسة كبرى مدن أرض الصومال، وإلى مقديشو عاصمة الصومال، وأربع مدن كبرى في أقاليم صومالية. تعرضت ناقلة المنتجات النفطية اليونانية سنيوم لهجوم في البحر الأحمر يوم الأربعاء الماضي قبالة اليمن. وقالت وزارة الشحن اليونانية وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الناقلة تعرضت لهجوم من أفراد على متن قاربين صغيرين، واستهدفت بعدد من المقذوفات على بعد نحو 77 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة باليمن. وفي وقت لاحق ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الناقلة تعطلت في البحر الأحمر يوم الأربعاء بعد هجمات متكررة تسببت في حريق على متنها وفقدانها القدرة على الإبحار. فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر يوم الخميس بأن طاقم الناقلة سنيون التي ترفع علم اليونان والتي هاجمها الحوثيون يوم الأربعاء غادروا الناقلة وأنقذتهم البعثة، وهم روسيان و23 فلبينيا. هذا وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على حركة الشحن الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة. وتسببت هجمات الحوثيين في اضطراب حركة الشحن العالمية، إذ دفعت الشركات لتحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في طريق أطول حول جنوب القارة الإفريقية. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، ونستعرض فيه مقالا تحليليا للكاتب السوداني أحمد يونس بعنوان هل تحكم قوات الدعم السريع السودان بسيطرتها على الأرض؟ والذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 18 من أغسطس الجاري. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصص اليوم للصراع الدائر في السودان. فكما لا يخفى على أحد أن هذه الحرب الدائرة رحاها لأكثر من 15 شهرا في السودان سببها ومنشأها هو الصراع على السلطة، مهما غلفت بأهداف ومرامي أخرى كاستعادة الديمقراطية وإرساء داعم الحكم المدني، أو بسط هيبة الدولة وسلطانها، وإخضاع العناصر المسلحة لسلطة القوات المسلحة أو سلطة الجيش، وأن ما تقوم به هو انقلاب على الجيش السوداني الذي هو صمام أمان البلاد، الأمر الذي أدى إلى شد الأطراف في محاولة كل طرف القضاء على الطرف الآخر بالكلية من خلال التجيش والعسكرة بما يخدم أهدافه ومصالحه، وهو ما أدى إلى فشل كل المساعي والوساطات التي بذلت حتى الآن للجلوس إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق يجنب السودان ويلات الحروب المستمرة التي لم تخب نارها منذ الاستقلال. وفي هذا الأسبوع تابعنا تصريحات وتهديدات قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقل حميد قادة الجيش السوداني بأنه سيتخذ خطوات تصعيدية جديدة، وذلك لمنع الجيش السوداني مما أسماه التحكم بمصير السودان وتبني خيارات جديدة لم يحددها في مواجهة رفض قادة الجيش السوداني المشاركة في مفاوضات جنيف. وأشار إلى أن هنالك خيارات كثيرة، قال إنه قد يضطر لتنفيذها متى ما أصبح الأمر ضروريا حسب تعبيره، وهو ما فهم في الأوساط السودانية على أنه تهديد يرمي إلى توسيع دائرة الصراع بالسيطرة على مناطق جديدة من مناطق سيطرة الجيش السوداني،
وبالتالي مزيد من التهجير والنزوح والانتهاكات الإنسانية التي طالت إنسان السودان إثر كل توغل جديد لقوات الدعم السريع. ومنذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل العام الماضي، سعت قوات الدعم السريع لبسط سيطرتها على ولاية دارفور باستثناء ولاية شمال دارفور التي تشهد عاصمتها الفاشر معارك كر وفر ضارية بين الطرفين. كما سيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة وأجزاء كبيرة من ولاية السنار، وامتدت سيطرتها إلى مناطق في كردفان، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكثير من مواقعها في العاصمة الخرطوم. وتهدد قوات الدعم السريع بشكل دائم أنها ستعمد إلى هزيمة الجيش السوداني وتعتبره مسيطرا عليه من قبل الإسلاميين وأنصار النظام السابق. فهل يا ترى يسعى قائد قوات الدعم السريع إلى إسقاط الدولة السودانية القديمة وإقامة دولة جديدة على أنقاضها؟ وهل بإمكانه حينئذ حكم السودان وإدارة الدولة الجديدة بالرغم من قلة الخبرة وضعف الكادر البشري القادر على إدارة دفة الحكم، خصوصا إذا ما أضفنا إلى ذلك الصورة السيئة الراسخة في أذهان الشعب السوداني عن قوات الدعم السريع جراء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في حق المدنيين من قتل ونهب واغتصاب؟ حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نستعرض فيما يلي مقالا للكاتب السوداني أحمد يونس بعنوان هل تحكم قوات الدعم السريع السودان بسيطرتها على الأرض؟ والذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في 18 من أغسطس الجاري. نتابع سويا. هذه إذاعة إرنا. يقول أحمد يونس في مستهل المقال: دأب قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقل الشهير بحميتي على ترديد القول إن قواته ظلت منذ اندلاع الحرب تقدم خيار السلام رغم انتصاراتها الميدانية. وفي آخر خطاباته الأسبوع الماضي اتهم ما أطلق عليها أيادي الحركة الإسلامية بعرقلة الوصول إلى السلام ومنع ذهاب الجيش للتفاوض استجابة للمبادرة الأمريكية في جنيف، وظل يؤكد أنه معني باسترداد الحكم المدني الديمقراطي، ويجدد اتهاماته لقيادة الجيش بأنها متشبثة بالسلطة على حساب الوطن. فهل تخلو الساحة لقوات الدعم السريع لتحكم البلاد؟ يتساءل أحمد يونس، ثم يجيب: رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في آخر ما رشح عنه أكد سردية القوات المسلحة أن الحرب نتيجة انقلاب فاشل دبره قائد قوات الدعم السريع. ظل طرفا الحرب في السودان يتبادلان الاتهامات بالانقلاب على بعضهما البعض والقول إن إشعال شرارة الحرب كان بسبب شهوة السلطة، في حين يطرح كل منهما سردية مختلفة، فتأتي خلاصة ذلك لتؤكد أن الجنرالين يتصارعان على السلطة وأنهما تبنيا دوافع مختلفة. فالبرهان وأنصاره من الإسلاميين من جهة يعلنون عزمهم على القضاء على الدعم السريع، وحميتي وأنصاره من جهة أخرى يتوعدون بانتزاع النصر وإعادة السلطة للمدنيين، لكن الأطروحتين لا تخفيان صراع السلطة وتحديد من يحكم البلاد. وتستند سردية الجيش إلى أن قوات الدعم السريع نفذت انقلابا عسكريا فاشلا بالتعاون مع دولة أجنبية ودعم سياسي من تحالف الحرية والتغيير بهجومها على مقر قائد الجيش لقتله أو القبض عليه صبيحة اندلاع الحرب في 15 من أبريل عام 2023، ومن ثم إذاعة بيان الانقلاب. في حين تقول سردية قوات الدعم السريع إن قائد الجيش وحلفائه أرادوا التخلص من قوات الدعم السريع للانفراد بالسلطة وإعادة الإسلاميين للحكم مجددا بالتعاون أيضا مع دول في الإقليم. وفي أيام الحرب الأولى قال حميتي إنه سيلقي القبض على البرهان لتسليمه للعدالة أو قتله أثناء الحرب، وإن قواته لن تتوقف قبل تحقيق ذلك الهدف. لكن الرجل لاحقا طور سرديته إلى أنه يريد استعادة الانتقال المدني الديمقراطي، خصوصا بعد سيطرته على أجزاء واسعة من البلاد. أما البرهان فقد ظل يؤكد مستندا إلى جماعة الإسلام السياسي وأنصار نظام الأخوان السابق أطروحة انقلابه الممثل في إصلاح حال السودان مقابل فوضى المدنيين وفشلهم، لكنه ظل متمسكا بكرسي رئيس مجلس السيادة الانتقالي رغم الفراغ الذي تركه حل المجلس الشرعي وإبعاد المدنيين منه. ولتكريس السلطة في يده، فإن البرهان وبعيد الانقلاب بقليل عين مدنيين في المجلس العسكري، لكنه سرعان ما أقالهم
وبقي على رأس المجلس الذي كان يتكون من 11 عضوا، نصفهم مدنيون والنصف الآخر عسكريون حسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للبلاد، وأبقى على 4 عسكريين بعد إقالة حميدتي، ثم بقرارات متباعدة عين أعضاء جددا بالمجلس من مؤيدي الجيش من الحركات المسلحة، لكن السلطة الفعلية بقيت في يده. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تحكم قوات الدعم السريع السودان بسيطرتها على الأرض؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. ووفقا للمراقبين لا يمكن إخفاء الصراع على السلطة بين الجنرالين، لكن من ينتصر ليحكم هو أمر تحدده الأوضاع المدنية والعسكرية والسياسية والدولية المحيطة بالمشهد السياسي في البلاد. فرغم سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق واسعة من البلاد كليا أو جزئيا، فإن الجيش لا يزال يتمسك بالسيادة رغم تراجعه الكبير. وفي رؤية استشرافية توقع المفكر السوداني الحاج وراق قبيل الانقلاب العسكري ضد الحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك صراع الجنرالين على السلطة وصدامهما على ما أسماه غنيمة السلطة بقوله: طبيعة الحكم العسكري الاستفراد، ولا يوجد حكم عسكري برأسين، وكل حكم عسكري له رأس واحد، لذلك فإنهما حتما سيقتتلان. صدقت توقعات الوراق وانقلب الرجلان مثلما صدقت توقعاته بفشل الانقلاب. وهنا بدأ حميدتي يتملص من الانقلاب، وكان قد ذكر في عدة أحاديث صحافية أنه تورط في الانقلاب الذي أعاد الإسلاميين الذين أبعدتهم الثورة الشعبية إلى السلطة، موجها اتهاماته لرفيق الانقلاب بأنه أعادهم للواجهة مرة أخرى، فزادت الشقة بين الرجلين ووصلت القطيعة بينهما إلى حد عدم تبادل السلام. فشل الانقلاب الثنائي نتيجة المقاومة الشعبية الواسعة والجسورة التي واجهته، ولم يفلح العنف اللافت الذي مارسه الانقلابيون إزاء المدنيين وقتل العشرات وجرح الآلاف منهم. ثم فشل الانقلاب في الحصول على تأييد إقليمي أو دولي، بل جمد الاتحاد الإفريقي عضوية السودان مما خنق الانقلاب، فطفت خلافات الرجلين على السطح مبكرا. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تحكم قوات الدعم السريع السودان بسيطرتها على الأرض؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تصاعدت حدة التوتر بين طرفي الانقلاب، وتوترت العلاقات الاجتماعية بينهما، مما كان ينذر بصراع مسلح وشيك. وإزاء ذلك توافقت القوى المدنية وقتها في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى أخرى رافضة للانقلاب من حيث المبدأ مع قادة الطرفين، ووقعوا اتفاقا إطاريا قضى بتوحيد الجيش وخروجه من السلطة وإبعاد العناصر الإسلامية من داخله، ثم دمج قوات الدعم السريع في قطاعاته المختلفة. لكن شقا من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني رأى في الاتفاق الإطاري خطرا يتهدده ويتهدد التخطيط للعودة للسلطة والمكتسبات التي جاءت مع الانقلاب، فعمل على إجهاضه واستغلال الصراع بين الجنرالين على مدة دمج القوات والهياكل القيادية. ويقول المناصرون لقوات الدعم السريع إن الإسلاميين ورطوا الجيش في حرب لم يكن مستعدا لها باستخدام بعض عناصرهم لقطع الطريق أمام اتفاق تهدئة كانت القوى المدنية قد أوشكت على عقده مع الرجلين، وذلك بالهجوم على معسكر الدعم السريع في المدينة الرياضية. وتوعد قادة الجيش بحسم المعركة ضد قوات الدعم السريع في غضون ساعات، لكن تقديراتهم للموقف لم تكن سليمة، فاستمرت الحرب ولا تزال، بل نتجت عنها سيطرة قوات الدعم السريع على بعض ولايات البلاد وحاميات وفرق للجيش بما في ذلك العاصمة الخرطوم، في حين اضطرت قيادة الجيش لنقل العاصمة إلى بورسودان بشرق البلاد. ووصلت الحرب إلى كل ولايات البلاد ما عدا ولايتين يسيطر عليهم الجيش كليا، وهما ولايتا كسلا والبحر الأحمر من جملة ولايات السودان 18. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تحكم قوات الدعم السريع السودان بسيطرتها على الأرض؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا.
الواقع الميداني الذي نتج عن الحرب أثار التساؤلات عما إذا كان بمقدور قوات الدعم السريع حكم السودان، لكن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها في مناطق سيطرتها أضعفت هذا الاحتمال. واستبعد المحلل السياسي محمد لطيف بدوره ذلك الاحتمال وقال: بغض النظر عن الأحاديث عن الانتهاكات وهي مؤثرة لا شك، فإن تجربة الدعم السريع الإدارية في مناطق سيطرتها كشفت عن ضعف كبير وثغرات واضحة، بيد أنه لم يستبعد أن يخلق استمرار الحرب بسيطرة مطلقة لقوات الدعم السريع تضع بموجبها الجميع أمام أمر واقع جديد تماما. وقال: إفريقيا عامرة بالنماذج الشبيهة، وأعني انهيار دولة بالمعنى السياسي وقيام دولة جديدة مكانها. أما المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان حاتم الياس فقد وضع شرطا لحكم قوات الدعم السريع للبلاد يتمثل في استعادة ثقة الشعب السوداني، وقال إن ذلك رهن قدرتها على ضبط تفلتات قواتها، وأوضح أن نقطة الضعف الوحيدة لقوات الدعم السريع هي عدم قدرتها على ضبط تفلتات قواتها. وقال إن قوات الدعم السريع واقعيا تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، وإذا ما استطاعت مسح الصورة الكارثية التي رسمتها تلك الانتهاكات يمكنها حينئذ أن تحكم البلاد وأن يعود الناس إلى مدنهم. ولحكم البلاد اشترط حاتم الياس وجود حليف مدني ذي قاعدة كبيرة يستولي على السلطة عبر اتفاق سياسي وفني يحتفظ فيه لقوات الدعم السريع بدورها العسكري وحفظ النظام، فيما يحتفظ المدنيون بإدارة السلطة. وتابع قائلا: هنا يمكن أن تتصدى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم، والقوى المدنية المناهضة للحرب لهذه المهمة. وأمام تفريطها فيما سماها المسؤولية التاريخية، فإن القوى المدنية حسب ظنه تصبح أقرب للجيش منها للدعم السريع، على عكس ما يروج له بأنها حليف الدعم السريع. وأوضح أنه لو بقيت هنالك قرية واحدة في صحراء السودان تحت سيطرة الجيش، فإن تقدم ستظل تطالب بحضوره في أي اتفاق، لأنها لا تضمر أن أي شرعية أو اتفاق سياسي لن يتم إلا بوجود الجيش السوداني، وأنه لو خرج من المعادلة تماما فهي ستذهب إليه وتستدعيه من الغياب، كأن شرعية أي سلطة لا تكتمل إلا بحضوره. فهل يستمر البرهان حاكما للسودان تحقيقا للأسطورة المنسوبة لوالده بأنه تنبأ له بحكم البلاد، أم أن المقاتل حميدتي القادم من الصحراء هو الذي سينقل مركز الحكم إلى مضارب البدو؟ ونحن بدورنا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نترك التساؤل مطروحا للأيام، فمجريات الأحداث في الأيام القادمة ستكشف لنا ذلك، والأيام دوما حبلى بالمفاجآت. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الشرطة الكينية تبحث عن لاجئين إريتريين هربوا من معتقل للشرطة في نيروبي. الصومال يهدد بتعليق رحلات الخطوط الجوية الأثيوبية في كافة البلاد. وتعطل سفينة للنفط في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم بزوارق صغيرة، والبعثة الأوروبية تجلي طاقمها بعد اندلاع حريق فيها بسبب الهجمات. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إيرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إيرنا.